هتيجوا بقى اقولكوا على طريقتي السرية والحصرية في عمل القرع. هتعمليه بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبيدوب ذوبان، حاجة كده من الاخر. انا مروة، لو اول مرة تشوفيني وتتابعيني تنسيش تشتركي في القناة. القرع العسل يا جماعة وطعمته حاجة كده من الاخر، بصوا يجنن. بعمله بتركات بسيطة جدا وسهلة، وبجد خطير حلو قوي، ان شاء الله يعجبكم قوي. تعالوا بينا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة بنختار القرع بتاعنا، حاولوا تجيبوها مقلبظه شويه، هقول لكم ليه دلوقتي. تمام. لما تجيبوها مقلبظه شويه بيكون فيها لحم كتير، فبتقدروا ان انتوا تحتفظوا بيها في الفريزر. يعني بسيب كده عباره عن اكياس، بخلي كل اكله كيس. تمام. انا قسمتها نصين لانها طبعا كان حجمها كبير قوي، وببتدي اقطعها زي البطيخه بالشكل ده، وباخد جزء جزء واقطع القشر بتاعها، وطبعا شلت البذر من جوه. ببتدي اقشرها كويس جدا، وببتدي ان انا اقطعها مكعبات، ما تكونش كبيره قوي ومش صغيره قوي. بخلص الكميه بتاعتي كلها بحطها في اكياس زي ما قلت لكم، تقريبا في حدود كل كيس كيلو. هي عملت معايا ما شاء الله كانت كبيره قوي، عملت معايا 5 اكياس زي ما انتوا شايفين كده. بحتفظ بيها بالفريزر وببتدي اطلعها وقت ما احتاج. خدت كيس منهم اللي هو كيلو، يعني حطيت عليه كوبايه من السكر، وغطيت عليه وسبته كده يصفي ميته او ينزل ميته بمعنى اصح، على جنب من غير طبعا بوتاجاز او اي حاجة خالص. بعد الساعة ده بيكون شكله، شايفين ابتدى ينزل المية بتاعته. ببتدي بقى احطه على النار، على نار متوسطة من تلت ساعة لنص ساعة، على حسب ما يدوب معانا زي ما انتوا شايفين كده. اول ما يشرب ميته كلها ببتدي اهرسه وهو سخن بالطريقة دي. حابين تعملي بيوريه تقدري تعمليه في الهاند بلندر. الصينية بتاعتي بقى ببتدي ان انا ادهنها كويس جدا بنقطة من الزيت، وببتدي انزل بالقرع بتاعي بالشكل ده، وبفرده وبسويه، بخلي المستوي يكون مظبوط زي ما انتوا شايفين كده. تمام كده. معلقتين بقى من الزبدة على النار، وببتدي انزل بمعلقتين كمان من الدقيق، وحمصه كويس جدا كأننا بنعمل بشاميل بالظبط. هحتاج كمان كوبايتين من الحليب، واستمر في التقليب. لو متوفر عندك كريمة الخفق او الطبخ، بصوا بتفرق جدا. بحط نص العلبة، وبحط كمان 3 معالق كبار من السكر، وبقلب كويس جدا وعلى النار لحد ما القوام يكون كريمي بالشكل ده. مش عايزاه يتقل خالص، انا عايزاه يكون سايل زي ما انتم شايفين. في المرحلة دي تقدري ترشي شوية من البقسماط، وتقدري تحطي بقية العلبة اللي احنا عاملينها كريمة الخفق، بتديها وش حلو قوي. بشغل بقى الفرن بتاعي درجة حرارة 180، بتاخد تقريبا تلت ساعة. احلى ريحة بجد. دي بتتاكل يا جماعة ساقعة مش سخنة، يعني انا بفضلها طبعا بتكون ساقعة. بحطها في التلاجة وببتدي ان انا اقطعها بالشكل ده، كريمية اخر حاجة تجنن بجد. والبشاميل الحلو من فوق فعلا حكاية، لازم تجربوه وتحكموا بنفسكم. شايفين الطعامة؟ من اطعم الحاجات اللي ممكن فعلا تجربوها. تعالوا بينا ندوق طعمها بقى ونشوف قد ايه بتدوب ذوبان. تقدري كمان تضيفي مكسرات، على فكرة عملتها في فيديو معاكم من سنتين وانا حاطة فيها مكسرات، المرة دي عملتها كده والاتنين اطعم من بعض الحقيقة. جربوها وانتظر رأيكم ان شاء الله في الكومنتات، في جروب التطبيقات كمان مستنية صوركم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. لو عجبك الفيديو متنسيش لايك وشير ليه. باي باي.